حرفيا الصوص ده لو اتعمل صح مفيش حاجه عندك في البيت اسمها ما بحبهاش. اول حاجه عندك جبتها معلقتين من زيت الذره، بصلايه متقطعه مكعبات او اي تقطيع مش هتفرق، ربع جزرايه، فصين من الثوم، وعندي كمان طبعا هو عود كرفس متقطع اي تقطيعه، وعندي طبعا طماطم اللي انا هعمل منها الصوص متقطعه اي تقطيعه او على 4 زي ما تحب تقطعها. بعد كده اقلبها تقليبه كويس واديها كمان نص كوبايه ميه او كوبايه، بس هحاول على قد ما اقدر ما اكترش في الميه. اغطي ده كله تاخد غلوه، اشم ريحه اتاكد ان الريحه تمام. بعد كده اقلب اشوف الخضار كمان استوى. بعد كده اديها مكعب مرقه ايا كان، مرقه فراخ او لحمه، اديها معلقه ملح، نص معلقه سكر، اقلب ده كله ياخد غلوه كويس. بعد كده اكشف، بعد كده اضرب الهاند بلندر. بصراحه ريحه وطعم حكايه. طبعا الصوص دوت ممكن تخزنه عندك في الفريزر، لو حبيت تعمل منه مكرونه او خضار تقدر انت تخفه او تتقله زي ما تحب، ومش هيقول لا، بصراحه هيبقى طعم حلو قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تدعموني على قناتي. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو.